طبعا كلنا لاحظنا في الفتره الاخيره الانتشار الرهيب لاغنيه ديسباسيتو. الاغنيه عدت على اليوتيوب اكتر من 2.5 مليار مشاهده في اقل من 6 شهور. ده غير طبعا كميه الكوميكس اللي اتعملت على الاغنيه وكميه الناس اللي اصلا عملت ريمكسات للاغنيه. ولكن في الحقيقه انا كواحد مهتم بالسفر كل اللي فات ده ما يفرقش معايا في اي حاجه، ولكن اللي شد انتباهي هو خبر منتشر جامد جدا على السوشيال ميديا، وهو ان الاغنيه ديسباسيتو كانت السبب في زياده نسبه السياح باكتر من 45% لدوله بورتوريكو. في الحقيقه انا دورت على اصل الخبر ده ولكن ما وصلتش لحاجه غير ان هي جريده اسبانيه نشرت الخبر، وبعد كده مغني الاغنيه خد سكرين شوت من الجريده وحطها على الاكونت الرسمي بتاعه على انستجرام، ومن بعدها كل الجرايد نشرت الخبر زي ما مكتوب بالظبط. ولكن حتى لو افترضنا ان الخبر ده صحيح فهي صدفه مش اكتر، تشبه صدفه انتشار اغنيه جانجنام ستايل في كوريا، واللي كانت سبب في ان هي تزود جانجنام ديستريكت او الحي بتاع جانجنام كمكان سياحي جديد في خطه اي حد بيزور كوريا. وخلينا نتفق ان بعض الدول ما بقتش تعتمد على الصدفه، وبقت تحاول تحشر الاماكن السياحيه في الدراما او في الفن اللي بتقدمه للناس. وطبعا لو جربت تسال اي بنت هي عايزه تسافر فين اكيد هتسمع من ضمن الاجابات كوريا الجنوبيه، تركيا والهند. وعشان تعرف قد ايه دور الفن مهم في الترويج للسياحه فخلينا نتكلم عن مكانين رغم ان هم من عجائب الدنيا السبعه الا ان سبب شهرتهم كان مرتبط بافلام عالميه، هو بترا في الاردن وانكور وات في كمبوديا. وعشان كده وزارات سياحه وجامعات كبيره في دول كتير جدا حوالين العالم ابتدت تركز في الموضوع ده وتنشر ابحاث عن علاقه الفن والترويج للسياحه. واللي مستغرب ان الاغنيه ممكن تكون السبب في تنشيط السياحه لبلد، خليني اقول لك ان معدل زياره الشباب لتايلاند زاد ب 22% بعد فيلم ذا بيتش، ومعدل الزيارات للاماكن اللي اتصور فيها هاري بوتر في اليو كي زاد باكتر من 50%، وحوالي 73% نسبه زياده السياح لمدينه جان كالي في تركيا بعد فيلم تروي. سيبنا بقى من الارقام الصغيره دي وخليني اقول لك ان سيدني ناشونال بارك عدد السياح زاد فيها ب 200% بعد فيلم ميشن امبوسيبل 2، وعدد الزيارات لتمثال والاس في اسكتلندا زاد ب 300% بعد سنه من فيلم بريف هارت. وعلى فكره مش بس الافلام ولا المسلسلات ولا الاغاني، حتى الكرتون ليه دور في تنشيط السياحه. وخليني اقول لك ان اكبر بارك موجوده في العالم هي ديزني لاند، ولما عملوا ابحاث ليه الناس مرتبطه بديزني لاند واللي بيجي لها اكتر من 16 مليون زائر كل سنه، كان السبب هو تعلق الناس بالنوستالجيا اللي بيشوفوها في ديزني لاند بسبب تعلقهم طبعا بالكرتون. في الاخر لازم نبقى عارفين ان زي ما الناس بتتاثر بقصه شعر وبلبس المشاهير فهم كمان بيتاثروا بالاماكن اللي بيشوفوها في الافلام وفي المسلسلات وفي الاغاني، ويزيد الارتباط بيها بان هم كمان بيبقوا عايزين يروحوها. وهنا يجي دور الحكومات في ان هم ازاي يستغلوا الفن في الترويج للاماكن السياحيه. وبما اننا بدانا الفيديو ده بالكلام عن اغنيه ديسباسيتو فخلينا ننهيه بتساؤل، ليه يا ترى ما حدش اتاثر وجي يدور على الصعيدي بعد الاغنيه دي؟